اذا كنت تعاني من مش عارف 1 2 3، فتلاقي واحد ماشي وهو ماشي عامل كده بيعاني. اذا كنت تعاني فهو ماشي بيعاني. النص اهو. لا، صور لي ده، اديني حاجه بتحصل. ازاي دماغك تبقى شغاله كمكنه كونسبتس عشان تقدر تستخدمها في اي سكريبت يجي قدام. في للاسف مشكله بتقابل ناس كتير ساعه لما تيجي تكتب سكريبت، انه يخلي الكلام كده. انت ليك شقين، شق ماركتير وشق فنان. شق الماركتير بيتكلم مع العميل علشان ياخد منه بريف الكلام اللي احنا قلناه. شق الفنان بقى محتاج انه هو يتغذى كفنان، بيفكر الصور تبقى عامله ازاي، الكلام يبقى عامل ازاي، تحول ده ازاي افيجوال الكلام. تتفرج كتير على حاجات مختلفه، ده هيخلي في عندك تغذيه، هيخليك عارف تطلع منه. الفكره بتاعه الاعلان الفلاني عجبتني، الفكره اللي كانت في الحلقه الثانيه من الانيميشن الفلاني او في الفيلم الفلاني كانت حلوه، دي ربطت في دماغك حاجه. ان انت محتاج تبقى بتشوف كتير قوي ومش في حته واحده، عشان بعد كده لما تيجي تاخد اي حاجه منهم تطلع بالطعم بتاعك انت. بتتفرج كتير على حاجات الدراما، ده هيعمل ازمه معاك ان انت دايما لما هيجي لك سكريبت هتطلعه دراماتيك. اتفرج كتير، لم لينكس، لمتك للمكتبه دي هتفيدك.